السلام عليكم يا أبطال. النهاردة إن شاء الله معانا واحد من الكتب اللي ممكن يغيروا حياتك لو فهمته، وهو كتاب الأب الغني والأب الفقير. الكتاب ده بس مش بيتكلم عن الفلوس، الكتاب ده هيغير طريقة تفكيرك عن الفلوس. أول حاجة مؤلف الكتاب وهو روبرت كيوساكي، والكتاب ده صدر سنة 1997، وهو أكتر كتاب تأثيرا في التوعية المالية والاستثمارات الشخصية. اول حاجه هتقابلها في الكتاب ان هو بيقارن بين عقلين، عقل الاب الغني وعقل الاب الفقير. الكاتب بيحكي عن نفسه وهو كان طفل صغير، وبيقول كان عندي ابين، ابوه الحقيقي وابو صديقه. بيقول لك روبرت كيوساكي ان ابوه الحقيقي كان متعلم وموظف في التعليم، بس كان مديون. اما ابو صديقه اللي سماه روبرت كيوساكي الاب الغني ما كانش معاه شهادات، بس كان عنده بيزنس وعنده استثمارات واصول، وكان بيعيش مرتاح جدا. روبرت كيوساكي الكاتب بدأ يقارن بين الاتنين، وابتدى يفهم ان مش كل اللي معاه تعليم هيبقى غني. المشكلة مش في التعليم، المشكلة في العقلية. الدرس الأول وهو الأغنياء لا يعملون من أجل المال، بل المال يعمل من أجلهم. أغلب الناس في مجتمعنا بتعمل عشان تجيب مرتب، بس الأغنياء بيدوروا إزاي الفلوس تشتغل عندهم. يعني مثلا لو أنت كل شهر بتستنى المرتب وبتصرفه كله، وبعدها بتستنى مرتب الشهر الجاي، وبعد كده تصرفه، وبعد كده تكررها، فانت كده هتبقى في دايرة مش هتخلص. لكن لو انت فكرت ازاي تعمل مشروع صغير، وتتعلم ازاي تشتري حاجة وتبيعها، وانك ازاي تستثمر لو حتى لو حاجة صغيرة، وقتها هتفهم عقلية الاب الغني. خدها قاعدة: الفقير بيشتغل عشان الفلوس، اما الغني بيخلي الفلوس تشتغل عنده. وصلت؟ الدرس التاني هيعلمك اعرف الفرق ما بين الاصل والخصم. الناس الفقيرة يا صديقي بتشتري خصم، وهي في بالها ان ده اصل. هقول لك الفرق بين الاتنين: الاصل والخصم. الاصل حاجة بتدخل الفلوس في جيبك، والخصم حاجة بتخرج الفلوس من جيبك. مثال بسيط: بيت بتسكن فيه يبقى ايه؟ خصم. وبيت بتأجره يبقى اصل. عربية غالية خصم. كورس تتعلم وبتكسب منه يبقى اصل. فكر كده في الموبايل اللي انت اشتريته، سواء ب10000 15000 20000، ده اصل ولا خصم؟ لو الموبايل ده بيجيب لك شغل وفلوس يبقى اصل، لو انت جايبه زينة يبقى خصم. الدرس التالت بيقول لك ايه بقى؟ اهتم باعمالك الخاصة. معظم الناس بتقول انا عايز شغل ثابت، بس الاب الغني كان بيقولك اشتغل عادي، بس اشتغل جنب شغلك الخاص. يعني مثلا لو انت شغال موظف، اعمل لك بيزنس بسيط صغير جنب شغلك، زي قناة على اليوتيوب، تبيع حاجة على الانترنت، صفحة على الفيسبوك، خدمات بتقدمها للناس، كتاب او كورس او منتج رقمي تبيعه من على النت. ابني اصولك حتى لو جنب شغلك. الدرس الرابع اللي اتكلم فيه في الكتاب بيقول لك تاريخ الضرائب والشركات. روبرت كيوساكي كان بيشرح لك ازاي الاغنياء بيفهموا اللعبة، ان الشركات عندها مميزات كتير، انها تقدر تصرف على نفسها قبل ما تدفع الضرائب، ليها اعفاءات وتسهيلات، وانك تقدر تحمي نفسك قانونيا. روبرت كيوساكي ده عليه دماغ. لا، كاتب فعلا، والكتاب فعلا جبار. هقول لك مثال بسيط: واحد عنده شركة، يقدر يشتري لابتوب او يسافر شغل او يعمل اعلان، وكل ده يتحسب مصاريف على الشركة مش على حسابه الشخصي. افهمها بقى. لكن الموظف الغلبان بياخد المرتب وبيدفع منه كل حاجة، والضريبة تتخصم منه على طول. الدرس الخامس: الأغنياء يخترعون المال. يا أخي قوة الجملة دي، ياه. يقول لك روبرت كيوساكي إن الأغنياء
مش بيستنوا الفرصة، الأغنياء اللي بتخلق الفرص. يعني بدل ما تقول إن مفيش شغل، اسأل نفسك ممكن أعمل إيه من على النت؟ ممكن إني أقدم خدمة بسيطة لحد مقابل مادي. ممكن إنك تتعلم مهارة جديدة وتشتغل بيها. ممكن أبدأ مشروع ب100 جنيه بس. بيقولك الأفكار موجودة حواليك، بس محتاجة إنك تتعلم تشوفها. الدرس السادس بيقولك اعمل لتتعلم، مش بس عشان الفلوس. بيقولك لو انت في بداية حياتك اشتغل عشان تكسب مهارات، ما تشتغلش عشان الفلوس. بيقولك انك تشتغل في مكان تتعلم فيه البيع. بيقولك اتطوع في مشاريع فيها علاقات. وبيقولك برضو جرب شغل حر حتى لو هيبقى مجاني في الأول، بس هتكتسب منه مهارة. بيقولك ادخل مجالات جديدة اتعلم فيها التسويق والمونتاج والتصميم، كل ده موجود. فهو بيقولك انك تكتسب مهارة في الأول أحسن ما تشتغل عشان الفلوس في الأول. وبيقولك في نهاية الدرس السادس، بيقولك ان المرتب هيخلص، اما المهارة هتفضل وهتفتح لك أبواب. في نهاية الكتاب هيقدم لك رسالة، هيقولك ان الرسالة الحقيقية من الكتاب ان انت فكر بطريقة مختلفة، ما تبقاش عبد للمرتب. وبيقولك انك تبني اصولك وتتعلم ماليا، وانك تبدأ حتى لو انت هتبدأ من الصفر. انت ممكن تبدأ من دلوقتي حتى لو بخطوة صغيرة. المهم انك تطلع من الدايرة اللي كل الناس ماشيين فيها. لو انت وصلت لحد هنا فانت فعلا شخص عايز يغير من حياته، وانا فعلا بحييك على ده. لو عجبك الشرح ما تنساش تدعمني بلايك وسبسكرايب، وده بيشجعني ان انا اشوف لك محتوى يليق بيك وانزله لك. ولو عجبك فكرة فيديوهات ان انا اقرأ كتب واشرحها لك، ولو عندك اقتراحات لكتب تانية فاكتب لي في التعليقات وانا هشرحه لك. في رعاية الله. سلام.